عبير، عمر. صباح الخير. يلا قوموا يا كسلانين. انا مش عايزه اقوم من النوم دلوقتي. يو بقى، انا عايزه انام شويه كمان والنبي. يوه يا جيرسي. نمتي كويس يا رؤى؟ ايوه نمت كويس، وحلمت اننا خدنا الاجازه كمان. الله، ده حلم حلو قوي. انا مش عايزه اروح المدرسه النهارده يا ماما. انا عارفه انك مش بيعتيش نوم، بس لو قمتي كده اهو اتنشطتي وغسلتي وشك هتفوقي صدقيني. لازم تروحي المدرسه يا حبيبتي. يو بقى. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا رؤى. انت عندك النهارده اجازه من الشغل ولا ايه؟ لا مش اجازه ولا حاجه، بس هروح متاخر شويه عشان مشيت امبارح من الشغل متاخر. ايوه. يا سلام، هو مفيش غيره فنجان القهوه اللي هيفوقني. هروح اشوف جنة بتعمل ايه. جنة، انتي لسه نايمه؟ يلا قومي، مش هينفع كده هتتاخري على المدرسه. يو بقى. يا ريت يشيلولي رباط ايدي ده بقى. الموضوع فعلا صعب اني اعمل كل حاجه بايد واحده كده. يلا بقى البسي التوكه الحلوه بتاعتك. لا، انا مش عايزه البس التوكه دي تاني خالص، دي بتاعت اطفال قوي. طيب البسي التوكه الورده حلوه. صباح الخير يا جنة. صباح الخير يا بابا. انا خلصت الفطار بتاعي كله يا ماما. برافو عليكي يا حبيبتي. عندك النهارده حصه الرسم اللي بتحبيها، مبسوطه بقى وكده؟ لا خالص. ازاي يعني؟ معقول؟ انتي في حاجه مضايقاكي من المدرسه يا جنة؟ مين ضايقك في المدرسه يا جنة؟ في ولد كل يوم بيفضل يضايقني، دايما يفضل يقولي اني عيله وبيبي وكلام كده، عشان مره عيطت في الفسحه. طيب ما تطنشيه خالص يا جنة. في سنه كام الولد ده؟ في سنه تالتة. اذا كان هو نفسه لسه عيل يا بنتي، ده يا دوب كان بيلبس بامبرز من سنه مثلا ولا حاجه. ولا تعبري خالص ولا كأنك سامعاه. اقولك هنيجي معاكي المدرسه النهارده. مالهم يعني العيال الصغيره؟ ما انا صغيره اهو، بس اجدع من رجاله كتير كبار. طيب يلا البسوا بسرعه علشان نلحق نوصل في ميعاد المدرسه. باي باي يا بابا. مع السلامه يا حبايبي، ربنا يحفظكم. ازيك يا جنة؟ ازيك يا مريم؟ باي باي يا جنة. سلام يا جنة، زي ما قلتلك. اهي العيال الصغيرة اللي بتعيط جت تاني اهي. طنشي خالص يا مريم ولا كأنك سامعة حاجة. ايه يا حلوين، رايحين فين؟ انتوا جيتوا هنا غلط. اتدلقت. وايه اللي وقع منك ده بقى؟ لا يا شيخ، انتي لسه بتيجي بالعروسة بتاعتك المدرسة يا صغننة انتي يا اختي حلوة. هاتي العروسة بتاعتي يا بنت انت يا بنت. انا بشيلها عشان كانت معايا من ساعة ما اتولدت، وبتجيب لي الحظ الحلو مش عشان العب بيها. ايه ده؟ هو انت اتولدت زينا ولبست بامبرز وكده وعملتها على نفسك؟ انت مالك انت؟ طب خد العروسة بتاعتك ما تزعلش. على فكرة عادي انك تيجي بعروستك المدرسة، بس اللي مش عادي انك تنسى نفسك وتفتكر ان اللي حواليك صغيرين وانت بس اللي بقيت كبير، وتتريق عليهم في الرايحة والجاية. فهمت ولا لسه؟ طيب يا ولاد، افتكروا ان بكرة مفيش مدرسة، بكرة تدريب. ايوه احنا عارفين. استمتعوا بوقتكم بقى، مع السلامة. مع السلامة يا ميسيس فوزية. أنا مستني بكرة يجي بقى. أنا هعمل التدريب بتاعي في ورشة ميكانيكا السيارات. أنت بقى تدريبك فين؟ أنا اخترت الحضانة. إشمعنى اخترت الحضانة؟ الحضانة مكان هادي وجميل، مش بيعملوا حاجات صعبة هناك، لعب طول اليوم وراحة طول اليوم. عندك حق، استمتع بقى وانت كمان. يلا يا ولاد، هنعمل دايرة الصباح. هو انت جديد معانا في الحضانة؟ ايوه، بس انت كبير قوي جدا على فكرة. سامح هيكون ضيفنا النهاردة، هو في فترة تدريب بيتعلم فيها كل حاجة عن مدرس الحضانة. اها. احنا دايما بنقعد في دايرة الصباح كل يوم، واي حد عنده حاجة عايز يقولها بيقولها.
اتفضل اقعد يا سامح. يا سلام، ده مكان دافي بشكل. ده مكان بتاع الأطفال الصغيرين. الله، ده جميل خالص. في حد عايز يقول حاجة؟ أنا. يلا يا رؤى. أنا رحت بيت جدتي امبارح وزرعنا حاجات كتير، زرعنا خيار وطماطم. كويس قوي. قولي يا لورا. أنا ركبت عجل مع بابا ودلوقتي اتعلمت خلاص أسوق العجلة لوحدي. رائع. في حد تاني عايز يقول حاجة؟ ده سامح نام. يا خبر، ايه ده؟ لازم اقول حاجة يعني؟ لا مش لازم، كفاية تبقى صاحي بس. ماما دايما تقول لازم ننام بدري عشان نصحى بدري وما ننعش في الحضانة. ايوه طبعا، كل كلامك مظبوط. دلوقتي بقى تقدروا تلعبوا وممكن تفطروا كمان لو عايزين. انت يا سامح ممكن تلعب مع الأطفال. عندنا هنا ألغاز وألعاب مختلفة وعندنا كتب كتير. هو انا ممكن اروح الحمام؟ أيوة طبعا، ممكن حسن يوريك مكان التويلت. تعالى معايا، الحمام اهو. يا خبر، ده صغير جدا، ده حتى الباب مش بيقفل من جوه. راقب الطريق يا حسن، اتأكد ان مفيش حد شايفني. حاضر، بس انت اصلا طويل، اي حد معدي من بعيد هيشوفك. تصدق عندك حق. انت بتعمل ايه كل ده يا سامح؟ انا زهقت، انا هروح العب بقى. خلاص ماشي، هخلص قراية الكتاب ده وهاجي وراك. ده كتاب عن ايه؟ ده كتاب عن الحروف الأبجدية. ده انا حافظ كل الحروف. انا بقى مش فاكر اي حاجة خالص من الحروف دي. ما تنساش تغسل ايدك. ايوه طبعا، مش هنسى ابدا. بالصابون. ايوه طبعا. يا خبر، ده صابون كتير، او يعني تقدر تقول اني خلصت الصابون. يا خبر، دي رغاوي كتير قوي. هي كتيرة كده ليه؟ رائع، دي رغاوي كتيرة. احنا ممكن نلعب معركة رغاوي. مش عارف، حاسس ان ميس لبنى مش هتبقى مبسوطة. طيب ليه؟ طيب يلا نخرج من هنا بسرعة. طيب يلا امسح الصابون الاول. طيب هات، همسحه بسرعة. يلا بقى نمشي من هنا. كنت بتعمل ايه كل ده في الحمام؟ انت تقدر تساعدنا في المطبخ دلوقتي. النهاردة هكتب تقرير عنك وعن نشاطك، عشان كده لازم تشترك معانا في الحضانة في الحياة اليومية. حاضر. ممكن تحط الكوبايات على الترابيزة. انا جوعت وعايزة اكل. أنا كمان عايزة أفطر، جعت قوي. ممكن تقعد مع الأطفال وتصب لهم العصير وتساعدهم كمان لما يحتاجوا أي حاجة. حاضر. سامح، ممكن تصب لي كوباية عصير من فضلك؟ ايوه حاضر. شكرا ليك. لو عايز تفطر يا سامح افطر وحضر الفطار لنفسك. طيب كويس، انا معايا الاكل بتاعي، انا اشتريته من الفرن وانا جاي. يا سلام، ده لذيذ قوي. معقول يا سامح؟ هتاكل كل الفينو ده لوحدك؟ انا هاكل بسرعة جدا، هتشوفوا السرعة. هتلعب معانا بعد كده يا سامح؟ تحبي نلعب ايه؟ ممكن نلعب كوتشينة. ايوه، انا شاطر في اللعبة دي. طيب اغسل الاطباق الاول. انا اللي هفوز في اللعبة دي. ما تحاولوش، انا اللي فزت. وأنا تاني واحدة. ازاي ده؟ كسبتوني ازاي؟ ما تيجي تلعب معانا هنا شوية يا سامح؟ ايوه انا جاي اهو. انا بحب العب لعبة البناء دي. انا ممكن ابني برج طويل. ايوه بقى. بصوا بنيت برج عالي ازاي. ايوه فعلا، ده برج حلو قوي. انت قربت من السقف يا سامح. احنا عمرنا ما بنينا برج عالي قوي كده. تعالى بقى يا حسن، اقعد على قمة البرج. ده حلو قوي. انا هنا يا مس لبنى. يا خبر، ده خطر جدا يا ولاد، البرج ممكن يقع. تعال هنا يا حسن. ده متين، لا يمكن يقع. يا خبر، ده وقع لوحده. اعتقد ان الافضل نخرج ونلعب في الجنينة. ايوه بقى، هنلعب في الجنينة. يلا نخرج من الجنينة. تعالى معايا يا سامح. هو ايه ده؟
اقعد يا سامح. اقعد هنا؟ ماشي. يا خبر، ايه اللي بيحصل ده؟ الدنيا بتلف بيا. تعالى معايا على السحليقة. ايوه بقى. ايوه بقى. يا خرابي، ده ممتع قوي. رائع. هو ايه اللي بيحصل؟ انت تعبت ولا ايه؟ هو انتوا مجانين ولا ايه؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ طيب تعالى لي بقى. الله، ده حلو قوي. رائع بجد. تعالى يا سامح، احنا بنحفر حفرة كبيرة في الرملة. ايوه يا سامح، احنا بنعمل بركان عميق. ايوه اكيد، انا دايما بحب احفر لمسافة بعيدة. سامح 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 سامح. رائع. بالطريقة دي هنحفر بسرعة. هتيجي بكرة كمان يا سامح؟ للأسف لأ، أنا لازم بكرة أرجع المدرسة بتاعتي. يا خسارة يا سامح. اسمعوا يا ولاد، أنا لازم أريح شوية. أنا تعبت قوي، مش قادر أعمل أي حاجة تانية دلوقتي بجد. طب استريح انت يا سامح، احنا هنكمل حفر بنفسنا. احنا حفرنا كتير قوي ولسه ما وصلناش خالص لحمام البركانية. ايوه، ده مستغرب جدا. وسامح نام تاني. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي فكرة تانية. ممكن نغطي سامح بالرملة وهو نايم. احنا عملناها ببابا قبل كده مرة على الشط. ايوه مظبوط، يلا بينا. يا خبر، هو ايه اللي بيحصل؟ بتغطوني بالرملة ليه؟ شفت الفكرة الحلوة دي؟ انا كنت متأكد انها هتعجبك. عملناها قبل كده. خلي بالك، احنا لازم نفتح الباب التاني كمان، كده مش هنعرف نعدي. أنا مبسوط جدا إننا أخيرا اتخلصنا من الكنبة القديمة دي. بصراحة الكنبة دي قعدت كتير جدا معانا. ايوه فعلا، بكره بتوع النفايات الكبيرة هياخدوها. الكنبة في الجنينة دي تضحك قوي بصراحة. ازيك يا مريم؟ عندك كنبة في الجنينة دلوقتي؟ الكنبة دي كانت قديمة عندنا، تعالي اقعدي جنبي. بس دي كنبة كويسة، هترموها ليه دي؟ دي قديمة جدا يا جنة، وبابا اشترى واحدة جديدة وما بقيناش محتاجين دي. ازيكم؟ تعبوا ايه؟ مش بنلعب حاجة، احنا قاعدين على الكنبة وبنتكلم. احنا ممكن نتنطط على الكنبة دي. التنطيط حلو. ايوه، نط نطة نط نطة. ازيكم؟ انتم عندكم كنبة في الجنينة؟ انا عايز اقعد عليها. وانا كمان. اشمعنى انت؟ مريحة جدا، فاضل بس التلفزيون. انت ممكن تجيب لنا تلفزيون هنا يا مريم؟ لا طبعا، بكرة بتوع النفايات هيجوا ياخدوا الكنبة معاهم. يا خبر، دي كنبة كويسة. انا كمان بعتقد كده. هو ممكن نستخدم الكنبة ونتنطط عليها؟ بس كده هتنكسر. انا عايز اخد الكنبة دي لاوضتي. اشمعنى انت يعني؟ انا عايزها في اوضتي انا كمان. انا كمان عايزاها، انا من زمان نفسي في كنبة في اوضتي. ما اعتقدش ان بابا وماما هيهتموا لو خدتوها. طيب مين بقى اللي هياخدها؟ مش عارفة بصراحة يا جماعة، ممكن نخلي اخر واحد يقوم من على الكنبة هو اللي ياخدها. فكرة رائعة رائعة. انا ما ورياش حاجة. وانا كمان ما ورايش حاجة. مريم. نعم يا ماما، انا جاية اهو. انا لازم ادخل، بس انتوا بتقدروا تكملوا من غيري. سلام. سلام. القعدة على الكنبة كده مملة قوي، اللعبة احسن من القعاد. طيب ما تروحوا تلعبوا. احنا لو قمنا مع الكنبة هنبقى خسرنا. ما ينفعش طبعا، مش مهم الكنبة، الأحسن نروح نلعب على الترامبولين. طيب يلا بينا نروح نلعب، هنلعب سوا احنا الاتنين. رائع، كده بقينا أقل. بس يا هيثم ما تشد شعري. حاسب شعري يا هيثم، مش معقول كده. قومي لو متضايقة. ها ظريف قوي. طبعا مش هقوم، انا عايزه اخد الكنبه. هي الساعة كام؟ 6:15 إلا نص. يا خبر، ده ميعاد تدريب كرة القدم بتاعي. يبقى انت كده لازم تخسر الكنبة. مش معقول كده بجد. طب ما نأجل اللعبة دي لغاية بكرة. لا، انا ما ينفعش اسيب التمرين ده، المدرب كده هيعمل لي مشكلة كبيرة. معلش بقى، حظك وحش، نعمل ايه؟ انا لازم امشي. مبروك عليكم الكنبة. دلوقتي بقينا 3 بس. العشاء جاهز يا جنة.
مش هينفع دلوقتي. وادي جنة كمان هتخسر اهي. لا لا لا، استنى بس. ممكن تجيبيلي الاكل هنا يا رؤى؟ هسأل ماما. يو بقى انا جعان. ايوه انا كمان جعان، هاتولي حاجة معاكم. لا طبعا مش هينفع، مش هقدر اجيب لكم اي اكل. لو كنتوا جعانين قوموا كلوا يلا، مش معقول تفضلوا جعانين. لا انا مش هقوم من هنا، ولا انا كمان، انا ممكن اصبر يعني. اتفضلي يا جنة، ادي سندوتش وحاجة تشربيها. شكرا ليكي يا رؤى. رائع. هو انت بتعملي ايه؟ ليه ما كنتيش تتعشي في البيت؟ اخر واحد يقوم من على الكنبة هياخدها هدية. بجد؟ ايوه، بابا مريم مش عايز الكنبة، احنا ممكن نحط الكنبة دي في اوضتنا، مش كده؟ ايوه طبعا، ده رائع جدا. طيب اقعدي وارتاحي يا جنة، لو احتجتي حاجة نادي عليا. ماشي يا رؤى، شكرا ليكي. وده اسمه كلام يا جماعة؟ ما ينفعش كده بجد. ينفع عادي. ما تاكلي في حتة تانية يا جنة، انا لما بشم الاكل بحس اني جعان قوي. دي مش مشكلتي. انا هطلب بيتزا، انا جعان. يا حبيبي يا هيثم اطلب لي واحدة معاك. انت معاك فلوس؟ لا يبقى لا. طيب ما تسلفني يا هيثم يا اخي، مش هينفع النهارده للاسف يا زيو بقى. مساء الخير، عايز بيتزا بالمشروب لو سمحت. تحت امرك يا فندم. ممكن توصلوها لي؟ فين المكان يا فندم؟ لحظة كده، هو رقم بيت مريم كام؟ ايوه اهو، فيلا رقم 5. ما تنساش الكولا من فضلك. سلام. انا مش مصدقة انك جعان لدرجة انك تطلب بيتزا هنا. مش هينفع كده، الكنبة هتتوسخ من الاكل. انت عندك حق يا يزيد، دي حاجة مقرفة جدا بجد. الاكل فعلا هيقع على الكنبة. ايه رأيك ما تقعدش هنا؟ انت بتقولي ايه؟ انت عايزاني اخسر وتتخلصي مني؟ البيتزا جت، انا هنا يا عمو. انت اللي طلبت البيتزا؟ البيتزا يا فندم. ايوه، وكمان معاها الكولا اللي طلبتها. الحساب يا فندم. شكرا ليك، مع السلامة. سلام. بيتزا لذيذة. انا اكلت الحمد لله. هي دي معدتك اللي بتصوصو يا يزيد؟ ايوه يا جنة، انا جوعت قوي، انا لازم اروح البيت اكل، هموت من الجوع بصراحة. لو انا اللي كسبت الكنبة هخليك تقعد عليها لما تجيلي البيت. حبيبي يا هيثم، سلام بقى. سلام. هتفضل قاعد لغاية امتى يا هيثم؟ انا ممكن ابات هنا عادي. مش مصدقاك، باباك ومامتك مش هيسيبوك، وكمان في بكرة مدرسة. مش مهم خالص، المهم اكسب الكنبة. جنة، انت هنا يا جنة؟ ازيك يا هيثم؟ ازيك يا طنط؟ الوقت اتأخر يا جنة، انت خلصتي الواجب اللي وراكي؟ الواجب؟ بصراحة انا خلصت واجبي. بصراحة لسه فاضل واجب محلتوش. طيب يلا تعالي خلصي الواجب اللي وراكي عشان تنامي بعدها. بس يا ماما، مش ممكن يعني اصحى الصبح بدري واحل الواجب بتاعي؟ لا طبعا مش هينفع يا جنة، لازم تحليه دلوقتي. تعالي معايا يا جنة. ايوه بقى، يهو، انا اللي كسبت. ما كانش يعني ينفع نصبر شوية يا ماما؟ هيثم هو اللي كسب الكنبة كده. كنبة ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. كنت عايزة الكنبة في اوضتي. الكنبة اللي كنتي قاعدة عليها دي ما تنفعش لأوضتك خالص، دي كنبة كبيرة قوي. بجد يا ماما؟ ايوه يا جنة، انا متأكدة. ايه يا ابني اللي انت جايبه ده؟ في حد يعمل كده يا حبيبي؟ معلش يا ماما، هي طلعت كبيرة خالص. ما هو ده اللي انا بقوله من الصبح، لازم تديها لبتوع النفايات الكبيرة. جنة، رؤى، عبير، عمر.